عيني أسعد الله أوقاتكم. اليوم أريد أستعرض لكم واحدة من عادات العراقيين. كنا نعرف قبل الولد كان فرحة له. أحد عادات العراقيين اللي كان من يجي ولد على بنات أو البكر إجا ولد، وخاصة إذا البكر إجا ولد حتى إذا هم على بنات، يلبسون للولد. هسه هاي ما تخص البنات، هاي تخص الولد. هاي اسمها محمدية. ليش اسمها محمدية؟ لأنه مكتوب اسم محمد، وهاي صياغة مدينة الكاظمية. زين، وشي يلبسونه؟ يلبسونه الجنجل. هاي الجناجل هم يلبسون هي حسب المتمكن. المتمكنين يلبسون ذهب، أنا أخويا كان عنده ذهب وكل أخواني يلبسوها، والما متمكن فضة. وقسم حسب النذور هاي يشيلوها يذبوها أما بالكاظم أو بالسيد محمد. زين، ليش يلبسون هذه هذين الثنين صياغة مدينة الكاظمية؟ زين، ليش يلبسون الجنجل؟ هذه أكثرها أولا فرحة بالولد، اثنين يخافوهم عليهم من العين. يعني هاي من العين يلبسوهم إياه عن العين، حتى من يطلعونه إنه العين تروح على المحمدية وتروح على الجناجل بعد ما تأثر العين على الولد. وقلنا حسب المتمكنين، المتمكن ممكن يسوي المحمدية ذهب والجنجل ذهب، والما متمكن يسويها فضة. هاي وحدة من التقاليد اللي هسه هي ما موجودة. زين عيني، مو بس هاي عيني، كان حتى الطفل من يجي الوقعة مال الطفل أو الهدية مال الطفل، الوقعة مال العروس، الهدية مال الطفل هم كانت الأمهات تجمعها وتسوي بيها حاجة للولد أو للبنية حتى من يكبر يعطوه إياه. وياما أمهات كبرى وبناتهم وهم هدايا مال الحزام مالهم انطوهم إياه، أو الهدايا مال الولادة. أني من الناس الغراض اللي موجودة كانت على الحزام مالتي سن الذيب، عفصة، قرآن، العين، كلها شالوها حطون إياها، وهساني موجودة عندي البناتي. إذا وثقنا لكم أحد الصياغات القديمة، وثقنا لكم شلون كانوا الأمهات يجمعون الفلوس حتى اللي تجي. هسه هاي هم مسوين بيها، وممكن هم يجمعون الهدايا ويسوون بيها هاي القطع. ألف شكر. زهرة زنقنة.